السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده جاي اتكلم عن موضوع مهم جدا وده السيزون بتاعه. فحبيت ان احنا نعمل فيديو صغير توعيه كده للناس اللي هي بتتعرض او اللي ممكن يجي لها حاجه زي كده. هنتكلم النهارده عن الرمد الربيعي. الرمد الربيعي ده نوع من انواع الحساسيه. بتيجي طبعا اكتر للاشخاص المعرضه للحساسيه، حساسيه الانف او الصدر او العين، وبتيجي لبعض الناس بالذات في فترة الربيع فقط. بيبقى من اسبابها طبعا انتشار حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي احنا مش بنشوفها بعينينا، ولكن هي بتبقى منتشره في الجو، وبالذات في الاماكن طبعا اللي فيها خضره او زرع كتير. طيب الاعراض اللي بتيجي دي عامله ازاي؟ الاعراض المريض بيجي يقول يا دكتور انا حاسس ان انا عيني محمره، بتدمع كتير، حاسس ان عايز اهرش او ادعك في عيني كتير. وفي عرض مشهور جدا اللي هو المريض يقول لي انا دكتور حاسس ان في رمله او جسم غريب تحت الجفن عندي. اكشلي ده مش بيبقى جسم غريب او حاجه، هو الجفن الداخلي بيبقى مورم شويه. ف اللي هو يبقى مورم مع ان احنا بنبربش كتير جدا طول اليوم. كل ما بنبربش او بنتحرك بالجفن بتاعنا بيحك في سطح القرنيه، فبيدي شعور ان في جسم غريب تحت الجفن. تمام. بالنسبه لطرق الوقايه، يعني اهم حاجه طبعا احنا نعمل وقايه للموضوع ده بدل ما احنا نبدا ناخد علاجات. ازاي؟ اول حاجه ان احنا نتجنب ان احنا نبقى في اماكن فيها تراب او غبار كتير. تاني نقطه ان احنا نتجنب الاماكن برضه اللي فيها زرع او ممكن فيها حبوب لقاح اكتر من الطبيعي. نلبس نظارات شمس في الشمس. ممكن ناخد قطرات مرطبه او نعمل كمادات بارده للعين مره او مرتين يوميا. في حين بقى ان الاعراض زايده واحنا مش عارفين ان احنا نعالجها، طبعا لازم نروح للطبيب المختص ونبدا ناخد قطرات انتي هيستامينيك، حاجات مضاده للهستامين. دي بتقلل اعراض الحساسيه عند المريض، طبعا بعد اجراء الكشف الطبي على المريض والتاكيد من التشخيص ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين والف سلامه عليكم جميعا.